السلام عليكم خوتي، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ما عندنا لا وصفه لا حتى شي حاجه، ولكن غنوريكم الانواع ديال الطحين اللي كنستعمل، لان كتجيني بزاف الاسئله عليها. منين كتشريه، فين كتشريه، وشنو اللي كديري. المهم ما غاديش نهضر على الانواع ديال الزرع، غادي نهضر غير على اللي كنستعمل والمنتوجات اللي كنستعمل، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله اليوم. غادي نبداو ان شاء الله. بالنسبه للزرع، انا عندي نوعان اللي كنستعمل. عندي من هذا الحبه اللي كتكون رقيقه. هذا الزرع العادي اللي كنعرفوا، اللي كيكون رقيق، حبه مكركبه، والوسطاني ديالو كيكون بيض او باهت، اللي هو هذا. الاغلبيه اللي عنده هذا الزرع الكامل كنستعمل هذا، والاغلبيه كنستعمل هذا اللي كندير بزاف في الخبز، لان كتكون الالياف ديالو كثيره على هذا اللي مدور. يعني حتى لا درت هذا كنزيد فيه دائما النخاله، وكنستعمل هذا الاغلبيه اللي كتشوفوا. كنقول لكم القمح الصلب اللي كتكون الحبه ديالو طويله وبني من الداخل. هانتوما اخوتي اللي غتشوفوا الفرق بيناتهم، يعني هذا مكركب وهذا طويل وبني مغلوق. هذا هو الانواع اللي كنستعمل الوقت كامل في الخبز نتاعي. غادي ندوزو لهذا خوتي. هذا غنوريكم حتى الباكيه ديالو فين كنشريه، اللي مكركب كما قلت لكم، اللي كيعرفوه الجميع. اما تشريوه هكا مطحون، راه كيكون مطحون عندنا هنايا في المانيا، ولا كنظن انا في اوروبا كامله كيكون مطحون مزيان. هذا من الحبه الكامله، راه بالنخاله ديالو. انا كنشريه اما بيو، ولكن اخوتي ركزوا على السميه فايتسن فولكون ميل. انا كنشريه بيو، وماشي ضروري راكم تشريوه في اي بلاصه فين ما بغيتو، غير المهم ركزوا على السميه. وبالنسبه للخوتي اللي في المغرب، نوعيه ممتازه باش كيطلع لكم حتى الخبز ديالكم زوين، وما كيخرج لكمش ناشف، وما كيخرج لكمش كيتفرتت. يعني ما الحاجه راه حنا عارفين تبارك الله، الحاجه اللي كتكون ممتازه في الطحين راه ما كتعذب شي، وكتخرج لكم شي نتيجه مرضيه. هذا اللي كنشري خوتي هنايا في المانيا، وكاين منه من هذا النوع. هذا كيحيدوا منه غير النخاله، وكيكون هو هذا اللي كنستعمل، اللي هو هذا كنديروه في الباغيت، كنديروه. يعني الالياف راه باقا فيها خوتي، ماشي من هذاك الطحين الابيض المبيض، ولا اللي كيكون ديال المصانع اللي كيكونوا محيدين له كلشي وكيكون ما كيكونش صحي. كنستعمل هذا في الباغيت ديالي، هذا الكامل، وهذا اللي محيدين له غير النخاله ديالو. كنستعمل هذا اللي حتى هو ماركه اخرى، ولكن فايتسن ميل 550. هذا اللي كنستعمل في الباكيت ديالو. هادو اللي كنستعمل الا استعملت الزرع هذا العادي. هذا هو الطحين اخوتي اللي كنستعمل. ملي نقول لكم ديال الزرع الكامل، هذا هو الطحين اللي كنستعمل واللي كنستخدم. دابا غادي ندوزو لهذا الطويل اللي القمح الصلب، اللي كتكون الحبه ديالو طويله. هذا اللي كنستعمل اغلبيه في الخبز نتاعي، حتى الاخر ديال الزرع، ولكن هذا اغلبيه ديالو. كما قلت لكم اخوتي القيمه الغذائيه ديالو عاليه على الزرع العادي. كنستعمل الحبه الكامله. شو كيكون تبارك الله مطحون مزيان، وعاد راه كان حتى لا ما شريتش طحين هكا، طحين ما مطحون شاي. هذا كنطحنو في التيرموميكس، وكيصدق لي بحال هكا رطب. انت ماشي راه ما كيكونش حرش هكا، كيتباع. او طحنوه في ديوركم الا كانت عندكم شي اله يعني مزيانه. يعني هو هذا الكامل. شوفوا اخوتي الفرق بيناتو، ولو كيجيكم هذا راه غادي يكون مغلوق على هذا، ولكن هذا الى عجنتو به راه كيولي اللون ديالو بني بسرعه على هذا ديال الزرع الكامل. كما قلت لكم هذا الحبه الكامله. وغادي نوريكم حتى الباكيه اللي هو هذا دينكل فولكون ميل، اللي هو هذا. وكما قلت لكم اخوتي ركزوا غير على السميه. انا كما قلت لكم كناخذو في السوبر مارشي ديال بيو،
وماشي ضروري تبيو. انا قلت لكم كنبغي النوعيه جيده، وخذوا خوتي كما بغيتو. راه كاين كيتباع في غيفه، في كاوفلاند، سوبر مارشي ديال بيو. المهم خذوا باش ما بغيتو. وهذا الطحين ديال البيض ديالو، ماشي البيض ديالو يعني محيدين له النخاله ديالو، وتا هو كيجي هكا رطب. هذا كنستعملوا اغلبيه في الباكيت حتى هو، وكنديروا حتى في الحلويات لانه مطحون. شو كي داير مطحون غزال مليين مزيان. وهذا خوتي كيبدا ب 630. الالياف ديالو عاليه على هذا ديال الزرع اللي كيبدا ب 550. الالياف ديالو عاليه على هذا 550. هادو محيدين لهم غير النخاله ديالو، وتقدروا قلت لكم ديروه في الباكيت وديروه مع الخبز، يعني تخلطوه مع القمح الكامل او القمح الصلب. المهم هادو كنخلطهم دائما مع الحبه الكامله. هادو اللي كنخلط اخوتي. يعني هانتوما دابا شفتوا الفرق. وباش منين كندير الدقيق الابيض، يعني ماشي دقيق الابيض يعني راه ماشي صحي. وهانتوما شفتوا خوتي دابا الفرق ما بين هذا وهذا. هذا اغلبيه كنستعملو في الخبز ديالي، وحتى هذا الا استعملته كنزيد له هذا القيمه الغذائيه ديالو، كنزيد النخاله، لان كما قلت لكم اخوتي هذا الالياف طالع على هذا. مره نبقى ننزل لكم هكا المنتوجات اللي كنستعمل، وخصوص نتاع السميده. وان شاء الله غادي نبقى نوجد معكم هكا مره المنتوجات الالمانيه او المنتوجات اللي كنستعمل. ايوا هي دي خوتي، خليتكم في راحه الله، ونتمنى ان شاء الله الا كان عجبكم لا فيديو واستفدتوا منه يستاهل لي لايك ما تنساونيش. وبسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.